طب يا عمر، هل في أمثلة عملية لحكام بالنمط ده؟ أقول لك قيصر بورجيا، أمير استغل الغدر والجدل عشان يثبت سلطته، وميكافيلي كان شايفه إنه حاكم عملي. وعندك برضك الأوروبيين اللي استخدموا الدين كأداة سياسية مش كقيمة روحية. لو خرجت بره الكتاب هتلاقي واحد زي أفلاطون بيقول لك إن الحاكم لازم أن يكون فيلسوف وحكيم، واللي قريب منه في الرأي هو كونفوشيوس اللي شايف إن الحاكم لازم أن يكون قدوة أخلاقية. ولو رجعنا لميكافيلي هتلاقي بيقول لك إن الحاكم لازم أن يكون برغماتي حتى لو بلا قلب. هتيجي دلوقتي وتسألني، هتقول لي كتاب اتكتب في القرن ال16، إيه المهم فيه ومين أصلا اللي هيقرأه؟ وهل أصلا لسه في عصرنا الحالي؟ هقول لك إن في القرن العشرين موسوليني وهتلر وستالين كلهم طبقوا أفكار ميكافيلي بطريقة أو أخرى، وقدروا إنهم يوصلوا للسلطة ويفضلوا فيها فترة كبيرة. وكذلك في العصر الحديث لسه بنشوف ساسة بيلعبوا لعبة الخوف والخداع بدل من العدل والمثالية، ودي اللي مستوحاة من كتاب الأمير. عايز أقول ميكافيلي ما كانش بيقول للناس كونوا أشرار، لكن قال دي قواعد اللعبة، تحب أو تكره هي دي السياسة. ولو حبيت تفضل في منصب أو سلطة فاحتمال كبير تطبق ولو بعض القواعد اللي موجودة في الكتاب. ودلوقتي نرجع لسؤالنا، لو أنت مكان الأمير هتختار تحكم بالحب ولا بالحب؟